يا صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل طريقه شكشوكه، بس لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. اسرع فطار في 10 دقايق بالظبط. النهارده هنعمل شكشوكه، طريقه سهله جدا وطعمها تحفه. في ناس كتيره ما بتحبش تاكل الشكشوكه بسبب ان بتبقى القوطه متقطعه يعني مكعبات وكده. لا، احنا النهارده هنعمل طريقه شكشوكه طعمها حلوه جدا وفي نفس الوقت تكفي كذا فرد يعني. يلا بينا بقى على الطريقه بتاعتنا. اول حاجه عملنا البصله كده على النار بمعلقه زبده، وبعد كده اول ما هتصفر معايا هنبتدي نخلط الطماطم بتاعتنا في الخلاط وهننزلها. اول ما اصفرت معايا كده انا مش هغمقها اكتر من كده علشان انا عايزه البصلايه بتاعتي تبقى ايه، مسكره. حاولي دايما على قد ما تقدري البصل بتاعك يا اما يبقى ني في ني، يا اما زي ما انت شايفاه كده ايه اللي هو يكون اصفر كده زي ما انت شايفاه كده بالظبط، هو ده اللون. الاكل بتاعك دايما يبقى صحي بنفس الطريقه دي. خلطنا كوبايه طماطم في الخلاط وهقلبها بالبصل بتاعي. في ناس كتيره ما بتحبش تاكل الشكشوكه بسبب القوطه بتبقى متقطعه وكده. احنا عملنا طريقه حلوه هي وهتعجبك خالص. وطبعا البيض طبعا لما بنحطه في الشكشوكه بيدينا طبعا كميه اكتر. حطينا نص معلقه بابريكا. البابريكا ما بتديش اي طعم خالص، هي بتدي معانا بس كده لون للطماطم، او لو عندك كيس صلصه ممكن تحطيها. بس كده. البهارات بتاعه الشكشوكه عباره عن ملح وفلفل اسود بس، مفيش اي حاجه تاني للشكشوكه. كده خلاص التسبيكه بتاعتي كانت خلاص اتسبكت. ونحط بقى فلفل احمر اللي هو الالوان، فلفل اخضر او فلفل اصفر، المهم يعني اي فلفل عندك. لو انت حباها ان هي تكون يعني حراقه شويه او مشطشطه ممكن تحطي قرن فلفل اخضر اللي هو الحراق الرفيع ده. انا كنت حاطه فلفل احمر الوان وفلفل اخضر اللي هو الحراق. حطيت شويه ملح وبعد كده احط شويه فلفل اسود. كده خلاص هي اتسبكت معايا وبقت جاهزه. هضرب بقى 4 بيضات 5 بيضات زي ما انت عايزه. انا بصراحه اليوم دوت كنت بعمل فطار وكنت محمره بطاطس، وبعد كده قلت بقى هقلي 4 بيضات مش هيكفونا، لا انا اعمل شكشوكه علشان يعني تكفينا وكده. حطيت 4 بيضات وبعد كده هسيبها يعني يا دوبك كده 5 دقايق، وهبتدي بقى افتح تفرغات كده من البيض عشان يستوي. انا مش هقلبها كده على بعضها. عندك بقى زيتون ممكن تحطي، عندك ممكن جبنه مبشوره ممكن تحطيها، بس انا بصراحه استكفيت بالحاجه اللي كانت موجوده عندي. يا دوبك هتاخد 5 دقايق. بعد ما خلاص سبكت الطماطم بالفلفل بالبصل نزلت بقى بالاربع بيضات كده، هي خلاص كانت استوت معايا. البيض بتاعي كان استوى كده. انا بقلب كده بالسباتيلا بالبيض اللي هو ما استواش. بس كده خلاص كده. وبعد كده خلاص غرفنا بقى في الاطباق. شكلها حلوة جدا وطبعا تنفع كذا فرد. حمرنا جنبيها ساعتها طبقة بطاطس وقطعنا كده خيار وجرجير، وكان ده الفطار بتاعنا. طريقة سهلة خالص. وطبعا بالنسبة للناس اللي ما بتحبش الشكشوكة فيها طماطم مكعبات عملنا طريقة حلوة هي تنفع للفطار تنفع في العشاء. يا رب تكون الطريقة دي تكون تعجبكم. كسرنا بقى اللون كده بشوية بقدونس. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بالاشتراك وباللايك عشان قناتي تكبر بيكم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.